أسباب الطلاق كتيرة بزاف، وكيف ما بغى يكون نوعها دائما كلا الطرفين تيحسوا بواحد الحزن عميق، وماشي غير الطرفين فقط، حتى الأبناء. والأبناء هما اللي كياكلوا الدق ديال بصح، لأن النفسية ديالهم كتدمر في هذيك اللحظة. مؤخرا سمعنا بطلاق الفنان تامر حسني اللي مزوج ببسمة بوسيل المغربية، دوزو 10 سنين. وكذلك حاتم عمور وهند تازي اللي باقي كاع لي فان ديالهم مصدومين لحد الآن. علاش وكيفاش؟ هادشي اللي غنشوفوه في هاد الفيديو. تامر حسني قال عليها قبل من الطلاق أنها مغيارة ومتهورة وباقة صغيرة، ولكن كان بغيها. وبعد الطلاق قال غادي نبقى باباها وخوها، وهي راها أم ولادي. بصح النهاية أخلاق، ولكن البدايات ديال هاد العلاقة كيفاش كانت؟ بسمة بوسيل عرفناها لأول مرة في ستار أكاديمي، وكان في عمرها هذيك الساعات 17 عام. تعرفات ببراءتها وبجمالها، وصوتها كان زوين بزاف. المدلة كندور بها، وكنت فاش كنبدا نمثل داك الدور كنتسنى غير فوقاش تجي ديك اللحظه وبقيت كندور هكذا كنغني. في ذاك العام كان راج الفيلم ديال عمر وسلمى، وهنا فين بزاف ديال البنات ولاو كيبغيو تامر حسني وكيحلموا به. بسمة من بعد عرفات تامر حسني، تعرفات على الأغاني ديالو، ولات كتبغيه، ولات كتحلم به يكون هو فارس أحلامها. من بعد تعرفات على الأصدقاء ديال تامر حسني المقربين، وهكا تعرفات على تامر حسني شخصيا، ودار هو وياها أول أغنية لبسمة بوسيل. ألف مبروك على دايو تامر. ميرسي، ربنا يخليكي. بسمة قولي لي جايه تقولي ايه لتامر النهارده؟ انا اول حاجه جايه وانا مبسوطه جدا ان انا جايه الحفل الكبير ده، يعني انا جايه لحفل ذا بيست افريكان ستار، وبرده عامله معاه ديو، فده شرف اكبر. اكيد بقول له ربنا يوفقك وربنا يحميك، ويا رب ان شاء الله الالبوم بتاعك يكسر الدنيا، وانا متاكده انه كل الناس هيعجبها. من بعد تعلق تامر حسني ببسمة بوسيل المغربية وقرر باش يتزوج بها، وذاك النهار كان هو أكبر نهار وأعظم نهار عند بسمة بوسيل. ولدت معاه 3 الوليدات، وكانت لمدة الزواج ديالهم أكثر من 10 سنوات. 10 سنوات أو أكثر، ما دازوش عسل على سمن. كانت دائما بسمة بوسيل كتوقف على الطلاق بسبب كتكتشف الخيانة ديال تامر حسني. ولكن طلاق ديال دابا كان هو النقطة اللي فاضت الكاس، لأن اكتشفت عليه خيانة أخرى جديدة، يعني ما عمره ما غادي يتوب. أما الطلاق ديال حاتم عمور وهند تازي اللي هي الزوجة ديالو وفي نفس الوقت مديرة الأعمال ديالو، اللي دام زواجهم 14 سنة وولدوا 2 الوليدات. أم ولادي وعمارة داري، يا بنت بلادي شايف حياتي معاك، وبنت بلادي عندي أمان كبير عليك
النادي ومعاك ناوي الخير. وتقول دقيقة صحر على هند تزي جوتا. والله شافت ليا وشكرا لكم كاملين حيت دعمتونا. وكان السبب ديال الطلاق ديالهم هي مشاكل مادية، ما تفاهموش على شحال من حاجة، ودخل الشيطان في علاقتهم وخسروا كل شيء. الإجراءات ديال الطلاق بدات هذه شهور، ولكن دابا عاد خرج الطلاق بشكل رسمي. خلى لوليداتو الفيلا والزوجة ديالو، وخرج كرا ابارتومون في بلاصه اللي قريبه من الفيلا ديالو باش يبقى ديما قريب لوليداتو. والمحاميين ديالهم بجوج راهم في تفاوض باش يقسموا الممتلكات النص بالنص، كما انهم لغاو المتابعه ديال بعضياتهم من الانستغرام. المتتبعين ديالهم كيقولوا ما يمكنش، واش لعنه الطلاق نزلات عليهم بجوج في خطره واحده، يعني على تامر حسني ولا حاتم عمور اللي هما ديجا كانوا صحاب. نتمناو من الله باش ترجع المياه لمجاريها. لا تنساوش دعم القناة باشتراك. مع السلامة. بتهمك راحتي زي ما بتقول، كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول إنك طول ما انت بعيد عني العمر بيجري ويسرقني ووجعي بيطول. لو فعلا بتهمك راحتي زي ما بتقول، كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول إنك طول ما انت بعيد عني العمر بيجري ويسرقني ووجعي بيطول. كفاياك أعذار